اوعى تكتفي بحاجتين. مفيش سؤال بيتطلب فهمك لقاعده واحده مهمه جدا. معظم امتحانات ثانويه عامه بيجي فيها الصوره الممتده، خصوصا اول حاجه النحو بيجيب في الاخر نتيجه كويسه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو مميز جدا وانا مبسوطه جدا ان انا بصوره الفيديو ده مع استاذ خبير اللغه العربيه مستر ابو القاسم. حقيقي انا فخوره ان انا كنت طالبه عند مستر ابو القاسم، وفخوره ان المستر معايا في الفيديو النهارده. فرحانه جدا. طبعا انتوا طلبتوا الفيديو كتير وانا مبسوطه جدا ان المستر واقف علشان يعمل معايا الفيديو النهارده ويقول لكم النصايح لنفسه اللي هتبقى افضل كتير جدا من النصايح يعني. طبعا انا فرحان جدا بالفيديو ده. اول حاجه بحضر الدكتوره المميزه نانسي محمد حسين، بنتي دفعه 2022. اول حاجه اللغه العربيه من اهم المواد اللي عندك. نصيحه مني ما تهملهاش، سواء كنت اي شعب. ما تفتكرش ان الكيمياء والفيزياء والاحياء والجيولوجيا المواد دي مهمه، بس اول ماده بتدخلك اللغه العربيه. اللغه العربيه دي هي اللي درجتها بتفرق انت هتخش كليه قمه ولا لا. فادي الماده دي حقها اكتر من اي ماده ثانيه، على اعتبار ان هي 80 درجه. انا عندي ولد اسمه احمد عماد في العباسيه، دخل صيدله جايب 77 عربي، جايب 40 احياء. الولد ده لو ما كانش عربي ما كانش دخل مش دكتور. ان شاء الله باذن الله. نصايح اولا العربي تاخد حقها اكتر من الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والحاجات دي. 2 ما تركنش. 3 نتكلم عن الفروع. اول حاجه النحو. كل الزملاء وكل الاساتذه بيدوك قواعد وبيدوك كل حاجه تخص الدرس. اوعى تكتفي بحاجتين. اوعى تكتفي بمعلومه سطحيه، لان كل قاعده ليها تفاصيل، والامتحان يا ابني ما بيجيش في القاعده، بيجي في التفاصيل. اوعى تكتفي ولا بالمعلومه السطحيه ولا بالاسئله السطحيه. الامتحان ما بيجيش سطحي، يعني باللغه بتاعتكم انتوا ان الامتحان بتيجي مش سالك، يعني بلغتك اسئله صعبانيه. فلازم تكون بتاخد معلومه كامله بكل التفاصيل. 2 تكون مستوى الاسئله اللي بتحلها بترتقي لمستوى الامتحان. 2 بالنسبه للنصوص. النصوص لازم توقف اولا على ارض صلبه متمثله في حاجتين: فهم جيد جدا لدروس الادب. 2 المام بقواعد البلاغه، خصوصا الصور البيانيه، التشبيه، الاستعاره المكنيه، الاستعاره التصحيحيه. 2 الصور الممتده والمركبه، ودي حاجه مهمه جدا. معظم امتحانات ثانويه عامه بيجي فيها الصور الممتده، خصوصا جنب الصور البيانيه اللي بيجي عليها سؤال في النص الشعري وسؤالين في النص الرسمي. ثالث حاجه لازم التدريب. تقريبا التدريب افضل المعلمين. في القراءه المتحرره وفي النصوص المتحرره علم بالمصادر كتير، وتاكد ان المدرس بتاعك بيجيب من مصادر كتير، بيعتمد على دماغه، وده لازم. والنهارده الدنيا بقت مفتوحه قوي، يعني مثلا اي حد مننا مشترك في جروبات فيها كتير من مدرسين اللغه العربيه، واكيد انتم بتتبادلوا خبرات مع بعضيكم. اكيد انا ما انكرش، انا مثلا في ناس انا بستفيد منهم. يعني مثلا في استاذ اسامه عز الدين، الراجل ده من دمياط، بس الراجل ده مدرس قدير جدا جدا، بتابع الصفحه بتاعته. زائد طبعا مدرسين كتير زي الاستاذ سامح بود، زي حمدي ابو الفتوح، الراجل ده من سوهاج، راجل ممتاز جدا جدا جدا. لازم تتاكد وانت بتحل ان المدرس بيجيب لك من مصادر كتير وانت حل من مصادر كتير. التدريب في القراءه المتحرره بشكل كبير وفي النصوص بشكل كبير بيجيب في الاخر نتيجه كويسه جدا. الناس اللي عندهم مشكله في المعاني مش عارفين يعني ازاي يتعاملوا معاها، مش عارفين. بص، اول حاجه انت القراءه المتحرره والنصوص المتحرره ما بتجيش اسئله على المعاني بس. انا محتاج في معاني في النصوص مثلا عشان اقراها افهم الكلام بيتكلم عن ايه. احب اقول لك ان كل شاعر ليه معجم خاص بيه، يعني كل شاعر عنده مجموعه من الالفاظ اللي هو بيكررها. انت من حظك ان الشعراء اللي بيكرر لهم مثلا في الاحياء والبعث زي عبد المحسن الكاظمي ومعروف ابو صافي او جميل صدقي الذهبي، حل للشعراء الثلاثه دولت قوي لو احياء وبعث. حل الشعراء المهاجر ميخائيل نعيمه،
حل لي جبران حل جبران الى امر. كل مجموعه من الشعراء هي الكلمات بتاعته بتتكرر في كل النصوص. هتلاقي هنا كلمه الانام، كلمه الورى، كلمه الكعب، ده عبد المحسن الكاظمي، الكلمات دي بتتكرر كتير وهكذا. وانت بتحل مع المدرس اساله في معنى كل كلمه. حمل ابلكيشن اسمه معاني في المعجم الوسيط وانت بتحل نص، حتى لو مش مع المدرس من موقع او من امتحان خارجي، وقابلتك كلمه انت مش عارف معناها، اعمل عليها بحث سيرش يعني على معجم المعاني، هيديك كل التفاصيل. هتلاقي عندك ثروه لغويه في التفاصيل، وهتلاقي نفسك وانت بتحل زي الافلام الاجنبيه، لما لميت لغه كويس ممكن تسمع من غير ما تقرا الترجمه، برضه نفس القصه بالنسبه للنصوص والقراءات. بس قبل كل ده صدقني التدريب الكتير، واهم اتاكد وانت بتتدرب انك بتحل اسئله ترتقي بمستوى. بالنسبه للنحو معلش في كتير بيقولوا ان هم بيذاكروا قواعد يعني خلاص حفظوها وفاهمينها، حاسين ان هم فاهمينها يعني، بيجوا يحلوا اسئله كتير غلط ومش عارفين يحلوا قوي. احنا لسه قايلين ان كل قاعده ليها تفاصيل. كل قاعده ليها تفاصيل. انت مش مهم تبقى عارف القاعده بس، انت المهم تبقى عارف تفاصيلها. يعني حضرتك مذاكر لن فعل الجنس وفاهمها، بس انا مش هجيب لك لن فعل الجنس مباشره. انا هجيب لك شيل ليس وحط مكانها لن فعل الجنس، وهتراعي ان في تغيرات هتصاحب السؤال. انا لما كنت جايب ليس فوق دخلت درس تاني اسمه حروف الجر الزائده، وجبت لك ب زائده في خبر ليس، وانت عارف لما بحط لن فعل الجنس بشيل الباء الزائده. هدخلك درس الاسم المنقوص اللي كتابته بتتاثر ماضيا ماضي باعرابه، شلت ليس وحطيت لن فعل الجنس الاعراب بيتغير، مش حرف الجر الزائد ده، انا كمان الاسم المنقوص لما اعرابه اتغير كتابته هتتغير. خد بالك من الهمزات، ابتغاءك ابتغائك. اتدرب مش على القاعده، كل قاعده ليها تفاصيل. الامتحان بيجي ميكس يعني خليط. اجي اقول لك استبدل بالمفعول لاجل حال، الحال اللي بيجي تحت غالبا مش مفرد، انا بجيب لك حال جمله اسميه. انت بتذاكر درس وعايز تحل عليه، الكلام ده مش موجود غير في الثلاث اسئله بتوع الاعراب بس، انما ال 13 سؤال التانيين مفيش سؤال بيتطلب فهمك لقاعده واحده، بيبقى كذا قاعده بتفاصيلها، التفاصيل الصغيره اللي موجوده. يعني مثلا الممنوع من الصرف، انا ما يهمنيش ان انت عارف حالات الممنوع من الصرف بس، او ان انت عارف اعراضه بس، او ان انت عارف ان ده العله وعلتين بس، لا، انا هجيب لك كلمه هدخل الاسم المنقوص، هجيب ممنوع من الصرف زي كلمه نواحي، الكلمه دي اصلا نواحي بس انا شلت ليه؟ عشان اسم منقوص وحطيت تنوين عليه. طب هجيب لك كلمه زي مشاق، نمشي الف قاف، طب انا المدرس محفظني ان الصيغه المنتهى جمع حرفين الف حرفين الف ثلاث حروف الوسط ايه؟ طب ما مشاق جمع مشقه حرفين الف حرفين، تقول لي ازاي؟ ما هي اصلها شقه القاف مضاعفه، فنمشي الف قاف قاف. كل التفاصيل دي انا بحطها في السؤال، فوانت بتحل مش عايز معلومه سطحيه ولا عايز تدريب سطر. ونصيحه كمان، ما تعتمدش على نظام اسلوب الاغاني والكلام الفاشل ده، الحاجات دي حاجات سطحيه جدا مش نافعه خالص في النظام الجديد. النظام بيجي في التفاصيل، ركز على تفاصيل الطرح، ولما تيجي تحل اتاكد ان السؤال مش بيجي على درس واحد، بيجي على المستر بتاعهم بيديهم اسئله مثلا في الامتحان، يحلوا الامتحان يقفلوه، بيجوا في الكتب الخارجيه ينقصوا كتير يبقوا مش عارفين نلاقي فين. مع الاسف دي وسيله من وسائل الجذب لدى بعض الزملاء، يعني انه بيلجا عشان يثبتك بالبلدي كده، انه يجيب لك اسئله لا ترتقي لمستوى الامتحان، واسئله سهله جدا وسطحيه جدا، فانت تفرح انك تجيب درجات عاليه وتاخد شهادات تقدير كل حصه، وتلاقي نفسك بتتكرم وتتصور مع المستر ووالدتك ووالدك فرحانين بيك، وتيجي تتصدم انت كويس انت اتصدمت في الكتب الخارجيه، في غيرك بيفضل يا عيني مش شايف وبيتفاجئ جوه في الامتحان انه كان بياخد اسئله لا ترتقي لمستوى الامتحان. وبرضه بالمناسبه احنا مش بنعمل ماركتنج والله ولا حاجه، بس عشان خاطر الدكتوره نانسي احنا ان شاء الله باذن الله على اواخر 11 يعني على 20 11 كده بعد نص 11
احنا هنكون بنستعد لاول امتحان شامل عندنا، ان شاء الله هننزل لكم حصه تطبيقات مش هشرح، بس هحل معاك حوالي 200 سؤال على اول 3 وحدات في النحو انا اشتغلتهم. ان شاء الله هتستفيد بيهم جدا. هنزل لك الورق في صندوق الوصف باذن الله وتحلوا معانا، واحتجت اي حاجه عن نتواصل معاك، واحنا تحت امر ولادنا، مش بس اللي بياخدوا معانا، كل ولادنا، واحنا مش عايزينك كتير تاخد معانا، احنا بس عايزينك ربنا يجبرك ويوفقك. يبقى عندنا دكتوره نانسي، وعندنا باشمهندس رينان، وعندنا ناس ياما طلبه كتير يعني يخدموا البلد وينهضوا بالمجتمع ويشرفوا اسكندريه. لان برضه من ضمن الحاجات اللي بتهز فينا قوي ان اسكندريه ما بتطلعش اوائل زي الاول. يعني مثلا تخيل ان عندنا الطالبه الاولى ادبي 5 او 6 ادبي ومجموعه 95 وشويه، الكلام ده ما كانش موجود يا اولاد. قبل الميديا وقبل الجروبات المشبوهه وقبل الترويج لناس باعينهم، كانت اسكندريه دي بتنيم مصر كلها من المغرب. كنت تلاقي مثلا في الاوائل بتوع الجمهوريه ال10 من كل شعبه بتلاقي 7 8 من اسكندريه. انما النهارده ده ما حصلش، واحد ده حرام ما ينفعش. ان شاء الله خير، وان شاء الله انا اتوقع خير. ان انت عندك حاجه سلاح اذا تسلحت بيه هتتفوق، اسمه الاراده. بتل شوقي بيقول كده: ولا ترجى المتانه في بنائه اذا البناء لم يعطي التئابه، ولم ارى بعد قدرته تعالى كمقدره ابن ادم ان اراد. ان اراد الاراده. شكرا جدا لحضرتك يا أنا مستر. متشكر. انا سعيده جدا بوجود حضرتك النهارده، والفيديو ده مبسوطه بيه جدا جدا يا مستر. ربنا وانا دكتور انا الاسعد، وبالتوفيق يا رب، وبالتوفيق لكل ولادنا، وتفرحوا يا رب كده فرحه كبيره وتحققوا احلامكم. وان شاء الله اللي عايزه تخش طب او هندسه او ألسن البلد محتاجه ناس عندها لغات زي ما الرئيس قال. ان شاء الله باذن الله تكونوا في كليات القمه دي كلها وتشرفونا وتشرفوا محافظتكم. واهم من كل حاجه محتاجين ان شاء الله 10 اوائل من اسكندريه عشان نسكت محافظات التانية. يا رب يا رب. شكرا لحضرتك. العفو يا دكتور. شكرا ليكم. مع السلامه. مع السلامه.